شايف الكلمتين اللي قدامك دول؟ حاول تنطقهم كده. مش بنقول what a time، ولا الكلمتين دول بنقول عليهم hot tea، ولا بنقول على دول last time. مش بنقول كده. لما بيجي حرف T، لما بيجي 2 T ورا بعض بننطقهم T واحدة بس. يعني بنقول what time what time، hot tea hot tea. حاول تنطق انت دي كده بقى. last time last time. What time during the day or during the week can you do it? What time during the day or during the week can you do it? What time during the day or during the week can you do it? Last time. I got my little hot tea here to فانت لما تيجي تسمع انجليزي عاوزك تلاحظ الحاجة ديتي، ولما تيجي تتكلم مع حد عاوزك تنطقها تي واحدة بس، ما تقولش what time دي تاني، قولها what time بس. ولما تيجي تقرأ كمان يعني انت تقول مثلا what time is it last time I met him. فانت يعني حاول تقولها تي واحدة بس. معظم المحادثات العادية دايما بيتكلموا بسرعة جدا، فلما بيتكلموا بسرعة في بعض الكلمات بتتأثر، في بعض الكلمات بتوقع منها حروف مثلا، عشان هي القاعدة كده، هم بينطقوها بالشكل ده ومفيش أي قاعدة تانية لما يكونوا بيتكلموا بسرعة. لكن لو بيتكلموا بالراحة ما بتتأثرش القاعدة خالص، وبتنطق كل حاجة وبتدي لكل حاجة حرفها. والكلمات اللي هي بتتأثر هي he him her his has have had. كل الكلمات دي لما تكون بتتكلم بسرعة عالية مش بتنطق حرف ال H، حرف ال H بيبقى مش موجود. مثلا ممكن اقول do you have a pen do you have a pen. انت سمعت صوت حرف ال H؟ ما سمعت صوت حرف ال H. مثلا ممكن اقول we'd lost. هنا انا عايز اقول we had we'd lost. Do you have any concerns? Think that we had lost the election. I have young boys. في الكلام الأمريكي في بعض الأصوات بندمجها مع بعض. ليه بندمج الأصوات دي مع بعض؟ لأن هو ده بيسهل الكلام وبيسهل عملية التحدث عموما. يعني ما بيقعدش المتحدث ما بيقعدش يقول كل كلمة على حدة وبيقعد يقول كل حرف لوحده. يعني مثلا بدل ما يقول did you بيقول did you. بدل ما يقعد يقول meet you بيقول لك meet you. فاحنا أول حاجة خدناها كلمة زي did you. الكلمتين دول لما بيجوا ورا بعض قلنا ان هما بيعملوا صوت دجة. فعندك دلوقتي صوت حرف ال D لما بيجي بعده حرف ال Y بيعملوا صوت حرف ال J، يبقى بدل did you بتتقال دجة. would you تبقى would. كمان اخدنا meet you، يبقى meet you يبقى صوت حرف ال T لو جه بعده ال Y يبقى meet you بتعمل صوت ال CH بتبقى meet you يبقى صوت حرف ال T لما بيجي بعد Y بتتقال Y كأنها مكتوبة زي ما هي قدامك كده، يبقى meet you. don't you تبقى don't you. So could you divide your gems into He didn't have time to meet you. How in the world did you get Should you just What should you do? I need you to come on. حابب اقول لك ان قاعده زي ديتي محدش يقدر يجزم ويقول انها مطبقه بنسبه 100%، لكن دي القاعده ديتي معظم الامريكان بيتكلموا بالشكل ده، ودايما بيبقى فيه شواذ للقواعد عموما. يعني ده بيختلف على حسب اللهجه، على حسب الشخص ده منين، على حسب طبيعه الكلام نفسه. في الكلام دايما بنحاول نبحث عن افضل طريقة سهلة وسلسة ان احنا ننطق بيها الكلمات، بسبب ان في بعض الكلمات بيكون فيها اصوات قريبين جدا من بعض ما بنعرفش ننطقهم واحنا بنتكلم بسلاسة. يعني كلمات زي، قبل ما انطقها لك انا حاول تبص كده للكلمة وتنطقها. دايما بننطقها months. طب والكلمة التانية دي closes. الحقيقة ده مش صح خالص. عندك TH حاول تنطقها كده months. صعب قوي، حتى لما تكون في جملة وتكون بتتكلم مع حد الموضوع هيكون صعب جدا انك تنطق TH بعدها S. فانت الصح انك تقول months بس. خلاص على كده، هي بتتنطق كده months. الكلمة دي بتتنطق close. فجمع كلمة شهر هي months. لما تسمع كلمة months دي معناها شهور، اللي هي جمع كلمة شهر months.
انما month ده شهر واحد، month وmonths. كده فهمت الفرق؟ لما تيجي تتكلم بقى ما ترهقش نفسك، هي months يعني شهور وmonth يعني شهر واحد. فبكل بساطة الكلمات اللي بتنتهي ب THS انطقها S بس بدل ما ترهق نفسك وفي الآخر هيكون نطق غلط زي ما وضحنا. And you're about 4 finger widths away. And you're about 4 finger widths away. Their clothes are moth-eaten. Their clothes are moth-eaten. Have to wear clothes at all. What if clothes were invisible? Have to wear clothes at all. What if clothes were invisible? For around 11 months. For around 11 months. كلمات اللغة الإنجليزية مش بالضرورة كل حروفها تنطق. يعني النهاردة معانا أول مثال من الحروف الصامتة وهو حرف البي. لما يكون جاي في آخر الكلمة وقبله حرف الأم مش بننطق حرف البي أكنه مش موجود. يعني كلمات زي climb بتتنطق climb مع إن آخرها MB مش بنقول climb. ولا كلمات زي lamb مش بننطقها lamb لأن آخرها حرف البي، وحرف البي لما يجي قبله حرف الأم بيكون silent أكنه مش موجود. Comb our hair. If you guys climb this pole, you'll. If you guys climb this pole, you'll. And we'll lie down with the lamb. And we'll lie down with the lamb. النهارده معانا قاعدة مشهورة جدا في النطق الأمريكي وهي قاعدة الفلابتي. في قاعدة الفلابتي وهي بكل بساطة حرف التي بننقله حرف دي. هناخد أمثلة إن شاء الله وهنوضح كل ده بالتفصيل، لكن طبعا مش في كل الحالات بننطق حرف التي دي. في بعض الحالات، في 3 حالات بننطق فيهم حرف التي بنحوله حرف دي، وهم لو حرف التي جاء ما بين حرفين متحركين في الحالة دي بننطقه دي، أو لو جه ما بعد حرف الآر، أو لو جه قبل حرف متحرك. ما تقلقش سهلة جدا هتتعود عليها، وهناخد كل ده وهنوضح كل ده بالأمثلة إن شاء الله. انت اكيد عدى عليك المثال اللي هو الفرق ما بين كلمة اللي هو مية في النطق الامريكي والنطق البريطاني. اكيد عدى عليك المثال ده لانه مثال مشهور، ولو ما عداش عليك هنشرحه ان شاء الله دلوقتي بالتفصيل. فالكلمة ديتي هي بتتكون من W-A-T-E-R. هنا حرف ال T موجود ما بين A وال E. ال A وال E ده حرف متحرك. تعال الأول أقول لك إيه هي الحروف المتحركة. الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية هم 5 حروف، هم ال A E I O U. A E I O U دي الحروف المتحركة في اللغة الإنجليزية. تعال ننطق الكلمة بتاعتنا بقى هتبقى water. طبعا في النطق البريطاني هي مشهورة جدا بتتنطق water ديتي بالبريطاني. فبالأمريكي طبعا water. أمثلة تانية معانا وهي better matter waiting 40 هنا جت بعد حرف ال R. party. انت دلوقتي بقى لما تكون بتتكلم بالنطق الامريكي، سواء بتتكلم بالراحه او بالسرعه، القاعده ديتي غالبا ملهاش علاقه بالسرعه، هي ليها علاقه بالمتحدث نفسه. يعني انا لما كنت بتكلم مع حد نادرا لما كان حد يقول city ويكون من امريكا، فكان بيقول لي city pretty. اتمنى بقى تبدا تطبق القاعده ديتي على الكلمات اللي انت تعرفها بالفعل وما كنتش بتنطقها بالشكل ده، والكلمات الجديده لما تسمعها انطقها بالشكل اللي تسمعها بيه. اكيد سمعت قبل كده فيديوهات شبه internet, interview, center, winner, 20. كل الكلمات دي اكيد سمعتها قبل كده، اكيد سمعت الفروقات ديتي بيقول لك هو ده النطق الامريكي. فالنهارده ان شاء الله هنشرح القاعده دي، وهي بكل بساطه ال NT حرف ال N وبعده ال T لما بيكونوا موجودين في وسط الكلام مش في الاخر بنوقع حرف ال T. لكن في ناس عادي جدا بينطقوا حرف ال T بدون اي مشاكل، لكن الاغلب في النطق الامريكي بيوقعوا حرف التي لما يكونوا بييجوا بيتكلموا. الكلمه اللي قدامك ديتي حرف الان تي موجودين في النص، فممكن توقع حرف التي او تسيبه. ممكن تقول 20 او 20، ممكن تقول على الكلمه ديتي center او center او center، internet wanted. طبعا الكلام ده بينطبق على ال NT اللي موجودة في وسط الكلام بس، انما ال NT اللي موجودة في اخر الكلام ليها قاعدة مختلفة شوية ان شاء الله نشرحها في وقت تاني. اكيد تسألت في يوم من الايام امتى انطق THE، امتى انطقها ذا وامتى انطقها ذي، لان في نطقين مختلفين، وان شاء الله النهاردة هوضح لك الفرق ما بينهم، امتى تنطقها ذا وامتى تنطقها ذي.
بكل بساطة انطقها ذا لو جه بعدها صوت ساكن، يعني تقول the movie, the phone, the match, the laptop. كل دي أصوات ساكنة. إنما لو جه بعدها صوت مش ساكن، والصوت اللي مش ساكن بنقول عليه صوت متحرك. والأصوات المتحركة هو ممكن يكون واحد من 5 أصوات، وبيكونوا موجودين في أصوات زي A, E, I, O, U. يبقى لو في صوت لو في THE جه بعدها صوت متحرك بننطقها the. ممكن أقول مثلا the end، بتقول the apple, the apple, the elephant, the elephant. كده انت عرفت القاعدة، وهي بكل بساطة ان ال THE لو جاء بعدهم صوت ساكن بتنطقها the، ولو جاء بعدهم صوت متحرك بتنطقها the. هقول لك بس على شوية شواذ كده للقاعدة عشان تاخد بالك منهم لما تيجي تتكلم مع حد، ويكون الكلام بتاعك يبان بشكل طبيعي، ولما تيجي تسمعها كمان ما تستغربش من ليه بينطقوها كده. اولا كده عاوزك تاخد بالك ان ملهاش علاقة بالحرف شكله عامل ازاي، هي ليها علاقة بالصوت اللي بيعمله الحرف، ليها علاقة بننطقه ازاي. يعني مثلا زي اللي قدامك ديتي مش بنقول the hour، مش بنقول the hour خالص، احنا بنقولها the hour. ليه بنقولها the hour؟ لان صوت الساعة يعني hour ديتي صوت متحرك، فبالتالي بنقولها the hour. احيانا ممكن انطق ال THE، ممكن انطقها the لو جاء بعدها صوت ساكن او صوت متحرك في حالة واحدة بس، وهي ان انا عاوز اكد على حاجة. لو نفترض دلوقتي ان انا بكل بساطة عندي مشكلة مع استخدام الماوس، كل ما اجيب ماوس بتاع الكمبيوتر مثلا يبوظ مني، ففجأة اشتريت واحد وده كان افضل واحد جبته، فبكل بساطة ممكن اقول this is the best mouse ever. this is the best. the وبعدها حرف البي اللي هو يعني صوت ساكن خالص مش متحرك. طب ليه قلت كده؟ بكل بساطة قلت كده عشان ده انا حابب اكد ان ده افضل ماوس انا اشتريته. النهارده معانا حالات حرف ال P بيكون سايلنت فيها. في بعض الحالات حرف ال P بيكون سايلنت. اولا كده انا عاوزك تفرق ما بين ال P وال B. ال B العاديه دي اللي احنا عندنا في العربي مختلفه تماما عن ال P اللي موجوده في اللغه الانجليزيه. هو طبعا الانجليزي فيه الاثنين، في اذا كان ال P ديتي وال B ديتي موجودين الاثنين، لكن بكل بساطة ال P اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة هي يعني لما تيجي تتكلمها كده في زي هوا بيطلع منك، في P. فحرف ال P هو مختلف تماما عن حرف ال B في اللغة العربية. ده بيختلف في معاني الكلمات. في كلمات مثلا بيكون مثلا كلمة P غير B، دي كلمة ودي كلمة تانية خالص. فانت عشان تطلع الصوت ده عاوزك كده تضم شفايفك وفجأة كده يطلع هوا، تعمل كده. عاوزك تعمل كده كده، انت بتطلع صوت ال P كده. شفت كأنك كده بتنهج بالظبط يعني P. في هوا جامد كده بيطلع وانت بتعمل صوت ال P. انما التانية B مفيش اي هوا خالص. B التاني P. هناخد النهاردة الحالات حرف ال P بيكون فيها silent، وفي بعض المقاطع كده لو جات في اول الجملة حرف ال P بيكون مكتوب بس مش بينطق، مش بنقوله خالص ولا كأننا مش شايفينه. يعني المقطع اللي هو PSY ده مش بننطق فيه حرف ال P خالص. كلمات زي psychology, psychiatrist، أكيد سمعت كلمة psycho، فكل الكلمات ديتي مش بننطق حرف ال P فيها، حرف ال P وكأنه مش موجود. كمان في كلمات ملهاش قاعدة زي pneumonia, psalm. كمان حرف ال P لو جه بعده B بالتالي بنشيله، حرف ال P بنشيله. فكلمات زي cupboard هنا مش بننطق حرف ال P وكأنه مش موجود. حتى يعني انت لو حاولت تنطقه هيكون الموضوع صعب انك تقعد تقول cupboard، مش جاية، هي cupboard. كمان في بعض الكلمات اللي جاية من أصل إذا كان لاتيني أو فرنسي مش بننطق حرف ال P فيها. يعني كلمات زي أنت أكيد عارف كلمة receipt مش بننطق حرف ال P فيها. يعني لو جيت تكتبها هتكتبها وكأنك يعني سمعت حرف ال P، لكن لما تيجي تنطقها ما تقولش حرف ال P، هي receipt.
فبكل بساطة المقطع اللي هو PSY مش بننطق حرف ال P. في بعض الكلمات تانية مش بننطق حرف ال P فيها زي نيمونيا أو صوم مش بننطق حرف ال P. حرف ال P لو جاء بعده B مش بننطق ال P. الكلام ده لما يكون في نص الكلام قلنا زي كلمات زي cupboard. والكلمات الغريبة اللي هي جاية من لغات تانية سواء إذا كان لاتيني أو فرنسي بنقولها زي ما هي مش بننطق حرف ال P فيها زي كلمة receipt. بس كده ودي كانت كل حاجة ليها علاقة بحرف ال P لما يكون صامت. فبكل بساطة لما تيجي تسمع حاجة يبقى خد بالك من الحاجات ديتي. وأحيانا هتلاقي بعض الحاجات اللي ليها شواذ لأن الإنجليزي مش بنسبة 100% بيتبعوا قواعد للنطق. فأنت لما تسمع حاجة قولها زي ما تسمعها من النيتيف. سمعته بيقول P قولها زيه، ما سمعتوش يبقى خلاص هي كده دي القاعدة بتاعت الكلمة دي. فهو مش بنسبة 100% بيتبع القواعد. خد بالك من ديتي. لو حاجة جت تبع القاعدة خلاص كويس جدا، ما جاتش قولها زي ما النيتيف بيقولها.